السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هي عائلة هشام جمال؟ حفل زفاف أسطوري أمام هرم سقارة. احتفل الفنان والمنتج هشام جمال بحفل زفافه على الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر مساء أمس الأربعاء، وشهد الحفل حضور واسع من النجوم والمشاهير ولفيف من الشخصيات العامة البارزة. ومع تداول صور ومقاطع فيديو من حفل الزفاف، بحث عدد كبير من الجمهور على من هو أو من هي عائلة هشام جمال. هشام جمال هو فنان ومنتج مصري متعدد المواهب، ولد في 1 يونيو 93 في القاهرة. عرف هشام جمال في الساحة الفنية منذ سن مبكرة بكونه ملحنا مغنيا مؤلفا مخرجا وممثلا. بدأ هشام جمال مشواره الفني في سن 16 عام، حيث أسس شركة الإنتاج الموسيقي روزنامة. أسس هشام جمال فرقة بوي باند عام 2014، وكان أحد أعضائها، وأصدروا عدة أغنيات ناجحة مثل عيشها بدماغك والصحاب. كان أول أعمال شركة هشام جمال فيديو كليب لأغنية فيسبوكي للفنان أحمد مكي، والتي حققت نجاحا كبيرا. تعاون هشام جمال مع الفنانة أنغام في إنتاج أغنيتين. كما أنتج أول ألبوم غنائي للفنانة دنيا سمير غانم عام 2013. أنتج هشام جمال أيضا عدة مسلسلات ناجحة، منها لهفة ونيلي وشريهان وبدأ الحدودة 3. كما شارك بالتمثيل في مسلسل في بيتنا ريبوت، يعني بجزئية الجزء الأول والثاني. حصل هشام جمال على عدة جوائز وتكريمات تقديرا لإسهاماته في مجال الفن والإنتاج الموسيقي، ويعتبر من أبرز الشخصيات الشابة المؤثرة في الوسط الفني المصري والعربي. لم يشارك الفنان والمنتج هشام جمال معلومات عديدة حول أسرته وعائلته، إذ يفضل أن تبقى حياته العائلية بعيدة عن الأضواء. قبل سنوات انتشرت شائعات تشير أن هشام جمال نجل الإعلامية إسعاد يونس، إلا أنهما ظهرا معا في حلقة من برنامجها الشهير صاحبة السعادة، وطبعا مش ابنها ولا حاجة. احتفل الثنائي هشام وليلى أحمد زاهر بحفل الزفاف بتاعهم أمام يعني أمس الأربع في منطقة الهرم سقارة، حيث تم إضاءة الهرم والمنطقة بالكامل. يعني الصراحة كان فرح كله كان بيتكلم عنه. وأطل العروسين بمظهر مبهر في اللقطات الأولى التي تم تداولها من الزفاف. اختارت ليلى أحمد زاهر فستان أبيض اللون مصنوع من التل المزين والفصوص اللامعة من تصميم اللبناني العالمي زهير مراد. حضر حفل الزفاف كوكبة كبيرة من النجوم والمشاهير الفن في مصر والعالم العربي، ومن بين النجوم اللي حضروا يسرى وليلى علوي وداليا بحيري ومي عمر ومحمد سامي وعبير صبري، أحمد السعداني، مصطفى شعبان. يعني كان جماعة كتير قوي من الفنانين حضروا، ده غير طبعا المطربين. لله الأمر من قبل ومن بعد. بشكركم جدا، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.